من المرجح أن يقوم حكام الخليج وبالأخص الإمارات بأنهم سيحصلون على أصول للدولة المصرية بسعر منخفض، كما أن الأمر لن يعطي السيسي حرية أن يضع هذه الأموال حيث ما شاء، فالمانح هو الذي يشترط على السيسي أين يضع هذه الأموال، لذا فهناك ثمن يدفع مقابل هذه المساعدات. لماذا وصفت مصر في ظل النظام السيسي بأنها دولة متسولة؟ ذلك لأنها مدينة إلى درجة تجعل من مصر تصل إلى حافة الانهيار، وبذلك فهي من أكثر دول العالم من ناحية المديونية، وكذلك نسبة الناتج القومي الإجمالي بالإضافة إلى عوامل أخرى تجعلها من أسوأ الدول على مستوى العالم من الناحية الاقتصادية. ضف إلى ذلك التقرير الائتماني من مؤسسة مودي والذي يجعل من مصر أو حول مصر من حالة الاستقرار إلى حالة السالب. أنه لو حصلت ثورة فستكون هناك حالة من الفوضى، وذلك تلك الفوضى ستكون مدفوعة بدافع الحاجة الاقتصادية بسبب حالة استشراء الفقر في العالم، حيث أن ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، بمعنى أنهم يتقاضون أقل من $1 في اليوم الواحد. ونظرا لحالة التضخم الهائلة في مصر فلا شك أننا مقبلون على زيادة الشريحة التي تعاني من الفقر.